طبعا حتلاحظوا دخولنا على هذه المنطقة، هذه المنطقة تم بناءها حديثا زي نموذج عشان مجاراة الواقع كيف زمان كانوا عايشين، الحرف القديمة والمحلات والشخصيات، الأطفال اللي بيلعبوا. طبعا هذه مباني هذه ما بيوت بس عشان يوروك كيف كانت الأراضي. أول مرة تقابل ناجي السنقة. هذه في الجيزة ناجي يا مرحبا، كيف حالك حبيب قلبي؟ تامر لا والله على اساس يجي ما جاء لنا الحين. لبن لبن ادي يا بقرشي، لبن لبن ولبن بقرشين. فين لك قرشين؟ طيب تعال هذا برضه الملك سعود المهرجان. ابدأ. هذه الهللة في عصر الملك سعود. شوف الهللة طبعا مو موجودة عندنا الآن هللة، هذه الهللة وهذه القرش وهذه القرش برضو كلها من عهد الملك سعود. وش في كمان عندك؟ وهذه لا تقول لي نص هللة. وهذه القرش ربع القرش على هذا الملك عبد العزيز. ربع قرش. ربع القرش ما في سيف نخلة لسه ما طلعت. 1356 يعني بعد توحيد المملكة ب5 سنوات تقريبا. 1351. هذه عمرها كم؟ عمرها تقريبا فوق ال 80 سنة، أكثر من 80 سنة. 1356 وإحنا يعني تقريبا فوق ال 80 سنة. هذا ربع قرش. وهذه الهللة، بس هذه هي المهمة. يعني شوف الآن عيالنا حتى إحنا، يعني أنا ما أذكر الهللة لكن شوف سبحان الله هذه هي الهللة. لا في نص قرش. لا الهللة شو اسمه؟ الهللة أقل. ايوه الهللة أقل. القرش 5 هللات. القرش 5 هللات. سبحان الله. ايوه فين المصورين حقونا نشوف الهللة يعني. هذه يعني صعب انك تلقاها. شوف الهللة ممكن تلقى القرشين 4 لكن الهللة هذه نعرفها. هذه هذه ال5 لحقناها. نعم. لكن المميزة في جولتنا هذه الهللة. شوفوا الهللة، هذه الهللة يا شباب. هذه وما كان في السيفين والنخلة، لا في موجود. هذه الهللة.